الزمالك يتعثر ويتعادل مع المقاولين العرب، الاهلي يرفض هديه الزمالك ويتعادل مع نادي سموحه. عندنا تفاصيل اصابه اكرم توفيق، مهزله في دوري القسم الثاني ما بين الترسانه ونادي السكه الحديد. انا باسم المراكبي وده الدوري المصري على الكنبه. انزل دلوقتي اعمل اللايك والسبسكرايب ويلا بينا على التفاصيل. ماتش في الدوري الدرجة الثانية ما بين الترسانة ونادي السكة الحديد، شبه هرج ومرج، ضرب، اهانات، تكسير، كراسي، ولا اكننا بنلعب في الشوارع بالظبط. ده اللي حصل فعلا في الماتش بتاع الترسانة ونادي السكة الحديد في دوري الدرجة الثانية. الحكم اللي اتقال ان هو كان بيلعب في الترسانة في قطاع الناشئين ومشوه من النادي، فهو كاره النادي فجه على النادي 3 ضربات جزاء ما حسبهمش النادي الترسانة، قامت بسببها مشكلة حسب ضربة جزاء. يعني انا شفت فعلا الكور دي وشفت اللقطات دي، 3 ضربات جزاء صحيحة ما اتحسبتش النادي الترسانة، ضربة جزاء اتحسبت من وحي الخيال لنادي السكة الحديد. بعدها الملعب بقى فوضى، كله بيضرب في بعضه، محدش عارف مين مع مين، جماهير بتحدف كراسي. الحكم ساب الملعب ومشي قبل انتهاء الماتش تقريبا ب 25 دقيقة، واللي عرفناه ان ما كانش فيه تواجد امني في الملعب. طيب هنا بقى دور مراقب المباراة وحكم المباراة. انا النهاردة عندي ماتش كمراقب المباراة، انا بشوف عربية الاسعاف لازم تكون موجودة عشان لو حصل اي اصابة، لو مش موجودة انا ما ينفعش ابدأ الماتش تحت اي ظرف او اي حاجة ممكن تحصل. ده رقم 1. رقم 2، مفيش امن. مين اللي هيأمن الماتش لو حصل اي كارثة زي اللي حصلت دي او كانت كبرت عن كده؟ كان مين ممكن هو اللي يفصل ما بين الجماهير مثلا وبعضها، او الجماهير بتاعه النادي الفلاني عن اللعيبه بتاعه الفرقه التانية؟ لا، تحديف كراسي وبهدله. في حاجه انا استغربتها، ازاي حكم كان لاعب من ضمن فريق الترسانة في يوم من الايام وازاي حكم لنادي الترسانة في مسابقه؟ دي حاجه غريبه بقينا بنشوفها. حتى لو كان بيلعب في قطاع الناشئين ممكن يكون بينه وما بين النادي في يوم من الايام حاجه للحب او حاجه للكره، ان هو ممكن فعلا يساعد النادي او يجي ضد النادي، وده اللي حصل بالفعل. وطبعا عن تقرير مراقب المباراه وحكم المباراه اتحسبت النتيجة 2-0 لنادي السكة الحديد. دي أول عقوبة. العقوبة الثانية اتنقل ماتشين 2 لنادي الترسانة خارج ملعبهم، عقوبات وإيقافات بالجملة وغرامات مالية للكابتن خالد عيد وبقية أعضاء الجهاز الفني ولاعيبة من هنا ولاعيبة من هنا. طبعا هنعرض لكم العقوبات وهتشوفوها بالتفاصيل. وغرامة 20,000 جنيه على نادي الترسانة تتسدد للاتحاد المصري لكرة القدم لما بدر من النادي اتجاه الحكم. ايقاف الكابتن خالد عيد 8 مباريات وغرامة 10,000 جنيه لما بدر منه من سوء سلوك. طبعا السبب الرئيسي في المشكلة دي كلها اللي حصلت في الماتش ده هو الاتحاد المصري لكرة القدم. ازاي انا من الاول احط حكم يدير ماتش زي ده؟ كان في يوم من الايام لاعب في النادي ايا كان، هو ممكن يخدم النادي او ممكن يجي ضد النادي، واحنا عارفين كويس قوي لما شفنا واتفرجنا على الفيديوهات ان فعلا نادي الترسانة اتظلم. بس ده ما يديش برضه لنادي الترسانة او جماهير نادي الترسانة ان هم يعملوا كل اللي حصل ورهبة وخوف والحكم يجري والمساعدين يجروا ومفيش امن. انا برضو مستغرب ازاي ماتش يبدأ من غير وجود امني. طبعا في خبر محزن جدا لجماهير النادي الاهلي وجماهير مصر كلها، اصابة اكرم توفيق. طبعا عرفنا تمرين الاخير قبل مباراة سموحة، كان في تمرين في ملعب التتش اتصاب فيه اكرم توفيق بالرباط الصليبي. تفاصيل كورة ملعوبة طويلة، فهم الاتنين بيجروا بيتسابقوا مين ياخد الكورة. اكرم توفيق عمل جامب مع كهربا، نزل على رجله الشمال، وهو ده اللي حصل، وقع في الملعب عيط. بدأ الدكتور احمد ابو عبلة طبيب النادي الاهلي دخل بسرعه وشافوا ان في اصابه كبيره، خدوا اكرم توفيق ونقلوه على المستشفى. في تصريح للدكتور احمد ابو عبلة خاص بملعب التتش وارضيه ملعب التتش، وحذر فيه وقال ان ملعب التتش بيعمل اصابات كتير للاعيبه الاهلي. في الفتره الاخيره في لعيبه كتير جدا من النادي الاهلي اتصابت، اسباب عضليه، رباط صليبي، شد في العضله الاماميه في الخلفيه. دي حاجات ممكن تكون اجهاد في الماتشات، بس ممكن تكون السبب الرئيسي هي سبب ارضيه ملعب التتش اللي الاداره لحد دلوقتي
ما اهتمتش ان هي تصين ارضيه الملعب او تحاول تغير النجيله خالص وتعملها بحاجه تليق بمستوى النادي الاهلي. لان مارسيل كولر اول ما جه واحنا نفتكر انه دخل على ارضيه الملعب وبدا يجري فيها والناس فكرته ساعتها ان هو بيهزر، لا هو فعلا الراجل كان بيجرب ارضيه الملعب، بيحط رجله في ارضيه الملعب، بيشوف فعلا في مشكله في الارضيه، هل النجيله متساويه، هل لو انا خدت جامب ونزلت النجيله هتاخد رجلي يمين شمال، ما كل دي اصابات. وتصريح الدكتور احمد ابو عبله بتاريخ 15/2/2021: ولا حياه لمن تنادي. لحد امتى مش هنهتم؟ كلام فعلا لازم ننفذ. احنا النادي الاهلي النادي الكبير، النادي اللي لازم يكون متوفر فيه كل الامكانيات. ما ينفعش يبقى معلش عندي بحجم اللعيبه دي كلها والاجهزه الطبيه والامكانيات الضخمه دي كلها والموارد اللي بتخش النادي وعندي مشكله لسه في ارضيه الملعب بتاع الفريق الاول. ده طبعا بخلاف اللي حصل في صاله حسن مصطفى في ماتش السله ما بين الاهلي والاتحاد. لسه الصاله جديده وتقع المدرجات، تقع ازاي الاهلي بيصرف ملايين وارقام في حاجه لسه ما كملتش سنه او ازيد وتنزل على الجماهير. وطبعا في اصابات، اتقال ان في اصابات كتير، قال ان في حد من الجماهير ما بين الحياه والموت. طبعا حرام كده، يعني حاجه زي كده ولسه معموله بقالها سنه وبتدفع عليها ارقام كتير جدا، ومن ماتش تنزل تقع على الناس وتعرض حياه الناس للخطر. بنتمنى طبعا الشفاء العاجل لجمهور نادي الاتحاد والف سلامه على كل المصابين. وطبعا عندنا مباريات الجوله 9 اللي كانت فقيره في الاهداف، دخل فيها بالظبط 10 اهداف بس طول الجوله. عندنا ماتش الزمالك والمقاولين العرب اللي اتلعب في استاد المقاولين العرب بقياده الكابتن شوقي غريب، اللي لعب ماتش تكتيكي 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 ونجح يوقف خطورة الزمالك. احنا مش هنقول ان الزمالك كان وحش، هو المقاولين هو اللي كان حلو، وفعلا هو اللي خلى الزمالك يبقى وحش في ماتش زي ده. احنا شفنا من الدقيقة الاولى للدقيقة 20 المقاولين هو اللي ماسك كورة، هو اللي بدأ يروح على الجون. تقريبا ان من الدقيقة الاولى للدقيقة 20 5 كور اتهدد بيهم مرمى الزمالك لولا وجود محمد عواد. الزمالك كان فقير هجوميا، مفيش الزمالك بتاع كل ماتش. الماتشات المستوى بيقل من الزمالك من ماتش للتاني، بينزل خلاص. شوقي غريب امن دفاعاته صح، لعب على الهجمه المرتده صح، بدا يمسك كوره في نص الملعب. تقريبا ان الشوط الاول كان الاستحواذ ما بين المقاولين والزمالك، بس لا، كان المقاولين هو المستحوذ الاكتر، هو الاخطر على الجون، باستثناء اخر ربع ساعه في الشوط الاول. بدا الزمالك يفوق، بدا يعمل باصات على الاطراف، بدا يغير تكتيكي في الملعب شويه، يجيب يوسف اسامه نبيه ناحيه اليمين، يودي احمد سيد زيزو ناحيه الشمال. حاول ان هو يغير في خطوط الملعب، يعمل اي دربكه لنادي المقاولين. بس الكابتن شوقي غريب هو زي ما بدأ زي ما نهى الشوط الاول، متماسك دفاعيا، بيلعب كرة سهلة، باصات كتير في نص الملعب، كان بيعد باصات على لعيبة نادي الزمالك. لعيبة نادي الزمالك كانت بتمسك الكرة في مس باص كتير، تايهين، كان في نقص هجومي جدا لنادي الزمالك في التلت القداماني. المفروض ان انت كنادي الزمالك انت نازل عايز تحقق ال3 بونت، فبتضغط على المنافس بتاعك، ما بتديهوش فرصة ان هو يعمل الشغل التكتيكي ده كله. لا، نجح الكابتن شوقي غريب في الشوط الاول، لا هدد الزمالك، مسك كوره، عمل استحواذ. الزمالك كان فقير هجوميا، مفيش ضغط المعتاد في نص الملعب، ما شفناش اي خطوره من الاطراف بتاعه نادي الزمالك. الفرود بتاع نادي الزمالك نايم في حضن المدافعين، خلاص سلم نفسه. وفي وسط احداث الشوط الاول اللي احنا بنحكيها لكم، خطف المقاولين العرب هدف في الدقيقه 33 او 34 لاحمد علاء، اللي الحكم استنى وسمع للفار واتحسب تسلل، وانتهى الشوط الاول زي ما احنا حكينا ان المقاولين هو اللي كان مسيطر، هو اللي كان اخطر. الزمالك كان مستسلم للمقاولين، في تسيب في الملعب، في تفكك ما بين الخطوط وبعضها، مفيش تمركز صح لعيبه نادي الزمالك. خلص الشوط الاول على كده. بدا الشوط الثاني تقريبا بنفس الريتم، كنا متوقعين ان الشوط الثاني هيبقى الزمالك هو اللي ضاغط والكابتن شوقي غريب هيتراجع، ولو كان فعلا عمل حاجه زي كده كان ممكن يستقبل اهداف. لا، ثبت على موقفه، شغل الشغل التكتيكي اللي عمله الشوط الاول، نفذ نفس الجمل على الزمالك، ضغط على خطوط الزمالك. الزمالك خطورته دايما بتيجي من على الاطراف، سواء من على اليمين او من على الشمال، بدايه من تحت من عند عمر جابر او احمد فتوح. قفل الملعب من على الجبهات، خلاص الزمالك خطورته فقط، خطورته اللي هي على الاطراف. نيجي بقى لحته القلب، والحته اللي هم زي ما بيقولوا اللي بيمسك نص الملعب هو اللي بياخد المباراة في جيبه، وده اللي عمله فعلا شوقي غريب. مسك نص الملعب، ما حسناش بخطورة امام عاشور، فقد خطورة امام عاشور اللي هو بيمتلك التسديدات من اي مكان من بره ال18. لا، انا موقف لك واحد عشان هتيجي. مستر فيريرا كان فقير تكتيكيا، معرفش يحل شفرة
المقاولين اللي فعلا كانت عامله ماتش دفاعي وهجومي. مش هنقول ان المقاولين دافع بس، لا، هو المقاولين هو اللي كان يستحق انه يكسب الزمالك، ما يتعادلش مع الزمالك. هو اللي كان اخطر طول الماتش. الزمالك عمل تغييراته، نزل شيكا، نزل لعيبه تانية كتير عشان يحاول يفك الشفره الدفاعيه. لا، فعلا المقاولين واقف صح، راصص اللعيبه صح، عامل شطرنج في الملعب، حاطط اللعيب ده هنا عشان اوقف خطوره اللاعب ده. وكانت اللعيبه بتاعت الزمالك في الملعب بتبدل المراكز، وكل ده ولا عمل اي حاجه. انت لعيب جيت لي هنا، انا هجيب لك خيالك معاك. جيت انت هنا، انا هبعت لك اللاعب اللي مسؤول منك معاك. لا، برافو الكابتن شوقي غريب، عمل ماتش هايل جدا جدا جدا. والزمالك خسر 2 في سباق الدوري والصراع مع النادي الاهلي على القمه، وانتهت المباراه بالتعادل. وبكده الزمالك يبقى 21 نقطه بعد التعادل ولسه في المركز الثاني. ويلا بينا على ماتش الاهلي وسموحه اللي كان ماتش صعب جدا جدا جدا. برضو الاهلي مصر ينزل في المستوى، الريتم بيقل كل ماتش عن ماتش، بقينا بنفقد شهيه الاهلي اللي احنا كنا بنشوفه. بنقعد نستنى ماتش الاهلي عشان نتفرج على الحماس، على شغل التكتيك اللي في الملعب. خلاص بعد التوقف اللي حصل الدولي، زي ما يكون الفرق بدأت تذاكر الاهلي بدأ الدوري بخطورة صعبة جدا. كان بيمسك الفرق يحطها في 18، انا هكسبك يعني هكسبك بقى 1، هكسبك 2، هكسبك يعني هاخد منك ال3 نقط. لا، دلوقتي الموضوع اختلف. الفرق حفظت الاهلي، درست الاهلي، عرفت خطورة الاهلي ازاي، الاهلي بيبدأ بالكرة ازاي، حفظوا كل حاجة. وده اللي عمله النهاردة الكابتن طارق العشري، اللي فعلا عمل ماتش كبير جدا 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 قدام النادي الاهلي، دفاعي وهجومي، ومسك نص الملعب، عمل كل حاجة في الماتش. طبعا لعيبه الاهلي هنفضل نتكلم ونقول ان في تخاذل. اي لاعب في النادي الاهلي مش عارف قيمه التيشيرت اللي هو لابسه، خلاص امشي من النادي. لو مش هتحس بقيمه التيشيرت اللي انت لابسه، اللي لعيبه مصر كلها من الناشئين للفريق الاول بيحلم ان هو يلبس التيشيرت اللي انت لابسه ويمثل النادي اللي انت بتلعب فيه، ومش هتبقى قد المسؤوليه، ما تكملش. روح قول للاداره انا مش قادر اشيل مسؤوليه التيشيرت بتاع النادي الاهلي، وما تكملش. في سلبيات، مفيش ايجابيات خالص في الماتش. انا ما حسيت ان محمد شريف بيستخبى مع المدافعين، بيقف ورا المدافعين، كور كلها طويله. الاهلي اللي كان بيبدا الريتم من تحت، من بدايه الشناوي لمحمد عبد المنعم لمتولي، لا، الاهلي ما عادش بيعمل حاجه زي دي. الاهلي نص الملعب ما عادش بيمسكه. معدل اللياقه البدنيه بتاع لعيبه الاهلي بحس ان هو بينزل. الالتحامات اللي في الهوا كلها لصالح نادي سموحه. لا، انا بقول النهارده ان سموحه هي اللي كانت تستحق الفوز مش التعادل مع الاهلي، لان في تخاذل من لعيبه الاهلي، في كسل من لعيبه الاهلي. ده بالظبط نفس اللي حصل الماتش اللي فات، والاهلي عدى من الماتش اللي فات وكسب في الثانيه الاخيره بالجون اللي جابه محمد شريف. مش حاسين باي جديد في الاهلي، حاسين ان الريتم بيقل. سؤال بس لإدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب، هي دي الفرقة اللي هتلعب دوري أبطال أفريقيا وهتلعب كأس العالم للأندية؟ لازم الأهلي يفتح الخزاين، يطلع فلوس. الأهلي نادي كبير، أنت بتخش بطولات قوية جدا. لازم الناس اللي بتشوف اللاعب الأجنبي اللي هتجيبه النادي، يكون اللاعب الأجنبي اللي هيخش النادي سواء للأهلي أو للزمالك يكون قد اللاعب المصري 10 مرات. النهاردة بجيب لعيب بدفع فيه أرقام، بعمل له كل حاجة هو عايزها. أنت بتدفع فيك مليون، 2 مليون دولار، 3 مليون دولار، تاخد الشروط اللي انت عايزها، ارقام احنا بنسمعها كبيره جدا. ويجي اللاعب الاجنبي نكتشف ان هو نفس المستوى بتاع اللاعب المصري، بل ان معلش يعني في لاعيبه مصريين بتبقى اقوى من اللاعب المحترف. وده اللي احنا بقينا بنشوفه في الفتره الاخيره في التعاقدات مع اللاعيبه الاجانب، باستثناء طبعا علي معلول وإليو ديانج. انا حاسس ان دول هم في اخر 5 سنين او 10 سنين هم الصفقتين السوبر فعلا الاهلي جابهم. لازم الاهلي يكمل، لازم الاهلي يدور، لازم اداره التعاقدات تبدا تشتغل من دلوقتي. انت خلاص فتره قليله، القيد هيفتح من 1 يناير ل 30 يناير، هيتقفل قبل كاس العالم ب 48 ساعه. لازم اكون مجهز، لان انا شايف في نواقص كتير جدا في خطوط الاهلي من الناحيه الدفاعيه، حته نص الملعب. الاهلي لحد دلوقتي ما عندوش راس حربه يعتمد عليه. طبعا الاهلي محتاج راس حربه صريح يكون بمواصفات معينه.
انا عايز فعلا راس حربة هجام يخش على الجون، الفرصة اللي تجيله هو اللي يخلص منها. طبعا في الفترة الاخيرة دي اتعرض على الاهلي مهاجمين كتير، بس الاهلي بيفشل في التعاقدات معاه. طبعا من وقت ما عادل القيعي ساب حتة التسويق، احنا فقدنا حاجات كتير جدا في حتة ان احنا ازاي نجيب لعيب بكواليتي الاهلي. انا بحتاج الاهلي ليه لعيب خاص، مش اي لاعب يلبس تيشيرت النادي الاهلي. طبعا اللي عوض الحته دي في الاونه الاخيره كان هيثم عرابي، وبعد كده ما حسيناش خالص باي لعيب اجنبي دخل النادي حط بصمته فعلا. فالاهلي فعلا محتاج يدعم صفوفه، يشوف الاهلي ناقص ايه، المدير الفني يقعد مع الاداره ويبداوا من دلوقتي يتكلموا. انت النهارده بتخسر نقطتين 2. الماتش اللي فات برضو لولا ان في الثانيه الاخيره محمد شريف جاب جون كان برضو الاهلي هيفقد برضو نقطتين، وقبلها فيوتشر. لا ده انا على كده بقى كل ماتش هتعادل هخسر. الاهلي ما بيحصلوش كده، الاهلي دايما عنده حتة الفوز، معود جماهيره على حتة الفوز. وطبعا كولر المدير الفني للنادي الاهلي في المؤتمر الصحفي بعد الماتش بدأ يتكلم عن لعيبة السموحة كل شوية بتقع. طبعا في لقطة احنا عديناها لهاني سليمان، وده مش جديد علينا واحنا عارفين الهاني سليمان كويس قوي، اللي هو ممكن شوط كامل 45 دقيقة يلعب لك الماتش كله على بعضه ربع ساعة، والحكام بتبقى عارفين حاجة زي كده. يعني الحكم نازل وعارف ان الهاني سليمان هو اللي بيدمر الماتش في الوقت بالظبط. الهاني سليمان مسك الكرة في ايده 16 ثانية. فين الحكم يا كابتن احمد يا غندور؟ فين القانون؟ فين القانون؟ طبعا الراجل اتكلم برضو، قال لك احنا لسه خارجين من كاس العالم، وشفنا الحكام في كاس العالم، وشفنا الثانيه اللي في كاس العالم بتتحسب وقت ضايع. طبعا احنا شفنا 10 دقائق بتحسبوا 20 دقيقه، شفنا 15، شفنا 7، شفنا مفيش هفوه بتعدي الا لما كانت بتتحسب في كاس العالم. الراجل قال لك احنا لازم الكره المصريه تتطور، ما ينفعش نفضل بالوضع ده كده كتير. طبعا شاف لعيبه سموحه كل شويه لعيب، يعني كانوا ال3 بينزلوا يناموا مره واحده في الارض. ايه السبب؟ معرفش. هل حد اشترك معاهم؟ لا. ده برضو احنا مش بنبرر ان الاهلي كان حلو عشان نقول سموحه هو اللي عمل. لا، الاهلي كان وحش. الاهلي اعتمد على كرات ميته، كور طوليه كانت كلها لدفاع سموحه. الاهلي لعب مباراه سيئه جدا جدا جدا، ما كانش يستاهل حتى فيها التعادل. انا عايز اقول ان الاهلي خد النقطه دي من سموحه. طبعا لولا وجود محمد الشناوي في كورتين 2 كان سموحه كسب ال3 نقط وعدى الماتش. ويا ريت الاهلي يراجع حساباته، يا ريت المدير الفني للنادي الاهلي يبدا يشوف مع الاداره ايه اللي ناقصه ويبدا يكلم، وهو اللي يبقى مختار اللعيبه، لان هو اللي هيبقى المسؤول الاول عن اختيار اللعيبه اللي الاهلي هيتعاقد معاهم. الاهلي داخل الفتره الجايه على حاجات صعبه، على ضغط مباريات. الاهلي دخل على دوري الابطال، معاه في المجموعه فرق تقيله جدا، رايح كاس العالم للانديه. مش عايز اروح ابقى مشرف بس، وجودي يبقى مشرف، لا انا عايز اشترك في البطوله، ابقى فريق ند قوي، في نديه، في حماس، في قوه. ما ينفعش لعيبه الاهلي حتى في الدقيقه الاخيره محمد عبد المنعم عمل كره غريبه جدا، يمكن الناس بتلومه على حاجه زي دي. انت خلاص في الثانيه الاخيره شاط كوره من بره ال18. طب يا راجل العبها مثلا عرضيه. ممكن نقول محمد عبد المنعم قال لو انا هلعبها عرضيه، احنا طول الماتش عمالين نلعب كور طويله للمهاجمين ومش حاسين بوجوده، لا بمحمد شريف ولا بحسام حسن ولا باي حد من الحته اللي قدام. مفيش لعيب كان بينزل يستلم مثلا كوره من نص الملعب. الاهلي بدنيا بدا ينزل، الريتم بدا يقل، السرعه بطيئه جدا في التحضير. مش ده الاهلي، مش ده الاهلي اللي احنا بنتفرج عليه دايما. عايزين الاهلي يفوق، الاهلي يبدا يجمع مع نفسه. ولسه الاهلي زي ما هو على الصداره برضو رغم التعادل، هو رفض الهديه اللي اداها له الزمالك. والاهلي برضو لسه زي ما هو على صداره الدوري الممتاز برصيد 23 نقطه بعد ما رفض الهديه بتاعه نادي الزمالك. ودي كانت كل احداث حلقتنا. اتكلمنا عن كذا حاجه، اتكلمنا عن كواليس اصابه اكرم توفيق، اتكلمنا عن احداث مباراه الترسانه ونادي السكه الحديد، اتكلمنا عن المأساة اللي حصلت في صاله حسن مصطفى اللي كانت في مباراه السله ما بين الاهلي والاتحاد السكندري، اتكلمنا عن احداث الجوله التاسعه اللي بتخص نادي الزمالك مع المقاولين العرب اللي تعادلوا فيه، واتكلمنا كمان عن النادي الاهلي والتعادل وخيبة الامل مع سموحة. جبنا كل الاحداث، وطبعا مستنيين تعليقاتكم في الكومنتات. الاهلي محتاج صفقات ايه عشان يدعم نفسه ويقف على رجله تاني؟ الزمالك محتاج صفقات ايه؟ وطبعا تابعونا في الفيديوهات اللي فاتت واستنونا في الحلقات اللي جايه. سلام.